الاستقلال الوطني حاسمة في ذهني. وبصراحة انبسطت جدا يوم الجمعة يا أستاذ عادل بخبر أسعدني، اللي هو مجموعة من العسكريين واللواءات والضباط. أيوة. عملوا ما يسمى بتضامن الضباط السابقين أو المقاتلين السابقين. الحقيقة لأن ده اسمح لي أقول دي أول مرة، أنت عارف أنا راجل عجوز عمري 78، إنه يبقى في تجمع ملتف حوالين قضية الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، وبعيد عن الأحزاب والصفقات والمساومات والائتلافات والى اخره. ولذلك حدث جيد، وقد يثبت الاحداث انه حدث محوري اذا استمر في هذا. دكتور اشرف، هل ترى ان هناك انتقام من تأميم القناة السويس سنة 56 ولو بعد كل هذه السنين؟ في انتقام يعني من السيادة الوطنية المصرية بهذا المشروع؟ استاذ عادل، انت خدت الالفاظ من لفظي. هو نقدر نقول ان هذا المشروع اعادة استعمار القناة. للاسف اقول لك بمنتهى الصراحة ان السلطة الحاكمة وشرفها في البقاء في السلطة اصبحت معرضة لتنازلات خطيرة، اخطر حتى من التنازلات اللي حدثت في عصر الرئيس السابق مبارك. صحيح. ده اعادة لاحتلال يعني ببساطة شديدة احتلال غير مباشر لقناة السويس. والواحد بيتساءل، انا لسه جاي من الندوة اللي كانت في منظمة التضامن. الحقيقة يعني في تساؤل، لماذا؟ ليه الحماس لعمل مثل هذا المشروع القانون؟ لا اعتقد ان هناك ضغوط دولية، هذا ليس لمصلحة مصر، مصلحة إسرائيل. وبعدين في كلمة لابد أن أقولها، إن أي حدث مهم في مصر اقتصادي أو سياسي أو تعليمي أو خلافه لابد أن نتساءل ما علاقته بالمشروع الشرق أوسطي. أيوة. هذا المشروع هو جزء من فرض الهيمنة على وطننا مصر وعلى الأمة العربية. المشروع وشرع إخوان المسلمين للسلطة على حساب الوطن. ولهذا انا شخصيا يعني استيائي من السلطه الحاليه خصوصا في قضايا السياده الوطنيه يفوق الوصف. يعني شرع السلطه جعلهم يتنازلوا تنازلات محوريه. صحيح. ولذلك لا نستغرب بخطاب صديقي بيريز واهلي وعشيرتي، ونؤكد أن فكر الإخوان المسلمين أحد دعاماته هو ضد الدولة الوطنية. وهنا يلتقوا مع المحافظين الجدد والديمقراطيين الجدد أيضا في أمريكا، وهو إضعاف الدولة الوطنية في دول العالم الثالث. هل سينتهي المؤتمر يا دكتور أشرف مجرد توصيات أم ستكون هناك إجراءات تصعيدية؟ طبعا لابد ان يكون اجراءات. يعني انا بقول ان المؤتمر بنحاول نعمل 3 حاجات. اولا في 3 كلمات او يغلب عليهم المعرفه او المعلومات، وبقيه الكلمات طبعا هي نوع من الحشد المعنوي من قيادات صحفيه وقانونيه وغيره ضد المشروع. ولا بد ان ينتهي ببعض التوصيات، مسيرات في قناه السويس الى اخره. وعلى فكرة التجمع العسكري اللي أنا ذكرته هيبقى متواجد إن شاء الله في هذا المؤتمر. دكتور أشرف بيومي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهنتابع المؤتمر إن شاء الله لحظة بلحظة، وسنكون هناك وسيكون في الصفوف الأولانية دعما لاستقلال مصر وكيانها الوطني المحترم. نطلع فاصل.